السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة حبيت اعمل معاكم نواعم العيد. هنعمل الغريبة النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل جرس الاشتراك للكل علشان يوصلك كل جديد. وتابعوني على قناتي على الفيسبوك اسمها مطبخ الندى للأكلات والحلويات مع نهلة سلمان. كل الوصفات اللي موجودة هنا موجودة هناك كمان عشان للي حابب يتفرج على الفيسبوك. يلا بينا نروح نشوف المقادير والطريقة. أول حاجة معايا 300 جرام من السمنة الساقعة. السمنة دي أنا وزنتها في الطبق وحطيتها في التلاجة لمدة 10 دقايق بس تجمد، ما تبقاش جامدة أوي، تبقى جامدة بسيط كده. وهبدأ أضربها بالمضرب الكهربائي زي ما حضراتكم شايفين لحد ما يبقى لونها كريمي كده وناعمة جدا. بعد كده عندي 150 جرام من السكر، ولازم السكر يكون بودر ويكون منخول كمان يكون أفضل. أنا هحط السكر على مرتين اتنين وأضرب. حطيت أول مرة نصه وضربت لمدة دقيقة ولا دقيقتين، وبعد كده حطيت نص السكر التاني. الأفضل إنك تنخلي السكر البودر قبل ما تحطيه. وهحط كيس من الفانيليا، وعندي ريحة الكحك هحط علبة منها بتديله نكهة حلوة أوي، بتدي الغريبة نكهة حلوة أوي. هحط المكونين دول وهضرب تاني لمدة دقيقتين، وكده مبقاش فاضل إلا كيلو الدقيق. هنحط كيلو من الدقيق المنخول كويس جدا. فضلت أضرب في الخليط بتاعي لحد ما بقى ناعم جدا بالطريقة دي ولونه فاتح وأبيض وناعم جدا. هبدأ إن أنا أحط الدقيق بتاعي، ممكن تحطيه على مرتين أو تحطيه على مرة واحدة زي ما تحبي. انا حطيت الدقيق مره واحده وهبدا ان انا اعجن، بس مش هعرف اعجن بالاسباتيوله فهعجن بايديا. بتفضلي تعجني في العجينه لحد ما تطرى معاكي خالص وتبقى لينه. هوريكي بتفضلي تعجني فيها لحد ما بتبقى شكلها عامل ازاي. في الاول بتبقى مفروله معاكي لحد ما تعجني فيها كويس ترجع تبقى طريه وتبقى زي الفل. ده منظر العجينه بعد ما قعدت اعجن فيها حوالي 5 دقايق لحد ما وصلت للقوام الطري اللي قدامكم ده. ممكن واحدة وهي بتعجن تلاقيها مفرولة كده فتقول لا ده باظت أو محتاجة سمنة أو محتاجة حاجة. اوعي تعملي فيها حاجة، اعجني فيها هتلاقيها طريت معاكي بالأسلوب ده كده. وبعد ما تخلصي عجين بتجيبي حتة صغيرة كده وتكوريها وتشوفها هتشقق منك في الجوانب ولا لا. ما شققتش وزي ما هي طرية يبقى هي كده حلوة قوي معاكي. هنبدأ ان احنا نسيبها ترتاح لمدة ربع ساعة وبعد كده نبدأ نشكلها. اي عجينة بتعجني فيها لازم تسيبيها ترتاح شوية علشان لما تيجي تشكليها تبقى حلوة معاكي. بعد ما العجينة ارتاحت دي شكلها هي، هجيب الصاجات بتاعتي. طبعا الصاجات ما بتبقاش مسحاها ولا حاطه سمنه ولا حاطه اي حاجه. الغريبه كده كده مليانه سمنه، مش محتاجه ان انت تحط لها سمنه تحت في القعر. وهجيب حته صغيره كده وهعملها على هيئه دايره. شايفين منظرها عامل ازاي حلوه. واقوم جاي حطاها في الصاجات، وما بين كل واحده والتانيه حوالي سنتي كده. هعمل معاكم وحدتين. منظرها جميل والعجينه ما شاء الله تحفه. ممكن تزيني الغريبة أو ممكن تسيبها زي ما هي كده، ده على حسب ما انت حابة. أنا عندي الحلويات الصغيرة الأشكال الصغيرة دي زينتها بيها، في نجمة وفي دايرة وفي الحاجات دي. انت عايزاها تسيبها سادة عادي، عايزة تحطي مكسرات برضو عادي، دي أو ده مفيش مشكلة. ادي الصاج بتاعي بعد ما خلصته هبدأ ان انا بقى ادخله الفرن على درجة حرارة 150 درجة مئوية. هتقعد في الفرن حوالي ربع ساعة. ما تسيبهاش في الفرن كتير عشان لو سبتها كتير هتجمد قوي من جوه. احنا مش عايزينها تجمد، احنا عايزينها تبقى مفرولة. وساعة ما تطلع من الفرن هتلاقيها، هتحطي ايدك عليها هتلاقيها بتلزق في ايديكي. ما تحطيش ايدك عليها ولا ليكي دعوة بيها. تسيبها حوالي ساعتين 3 4 في قلب الصاج لحد ما تبرد تماما. ما تلمسيهاش خالص الا بعدها ب3 ساعات. هتلاقيها ماسكه وحلوه زي اللي قدامكم دي بالظبط. شايفين انا ماسكاها لكم وقاعده اتك عليها كده وادوس عليها جامد عشان اوريكم ان هي ما بتبصمش ولا حاجه. بس لما كانت طالعه من الفرن كانت بتبصم في ايديا وكانت طريه. سيبتها 3 4 ساعات في قلب الصاجات بتاعتها ما جرالهاش حاجه وزي الفل زي ما هي. خلي بالكم ان تسويه الغريبه هي اهم حاجه فيها. التسويه دي بتخليها لا اما
طريه وحلوه كده وتدوب في البق، لا اما تنشفها لك قوي وتبقى جامده. وما تنسوش سيبوا الغريبه في الصاج حوالي 3 4 ساعات، ما تلمسوهاش خالص. بعد كده هتيجوا تحركوها هتلاقيها زي الفل معاكم. انا الكيلو الدقيق عمل لي ال3 صاجات دول. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس الاشتراك للكل علشان يوصلكوا كل وصفاتي. وكمان تابعوني على قناتي على الفيسبوك اسمها مطبخ الندى للأكلات والحلويات مع نهلة سلمان. كانت معاكم نهلة سلمان، أشوفكم على خير الفيديو القادم. مع السلامة ورمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين.